يا اهلا وسهلا. طيب، اخترتوا اجندة 2023 ولا لسه؟ كلنا دلوقتي عندنا حماس شديد جدا جدا لسنة 2023، ولكن مش عايزة الحماس ياخدكم بانكم ما تختاروش الاجندة اللي انتوا عايزينها او تشتروا اي اجندة موجودة قدامكم، او اول ما تشوفوا هوس الاعلانات بتاعت الاجندات اللي نازلة زي سبيس مفكرة واجندة وتايب وحاجات كتير قوي، ان انتوا تنزلوا فورا تشتروا الاجندة دي عشان هي شكلها والوانها ورسوماتها عجباكم. في ناس كتيرة لسه تبتدي تخطط لنفسها وتخطط لحياتها بداية من السنة دي، فعلشان كده انا عملت الفيديو ده عشان اديكم شوية نصايح للسنة الجديدة وازاي تختاروا الاجندة بتاعتكم باتقان وفعلا تقعد معاكم طول السنة ان شاء الله من غير تغيير. بصوا يا جماعة، في ناس كتيرة جدا ممكن تفشل في التخطيط، ولكن الفشل في التخطيط مش ان هي فاشلة، لا بالعكس. الفشل في التخطيط بيبقى السبب الرئيسي في فشله هو ان انتي ما اخترتيش الاجنده المناسبه ليكي، او ما اخترتيش البلانر اللي فعلا هتبلاني فيه حياتك، او هتعملي بلان خطه لحياتك، او خطه للسنه الجديده اللي هي فعلا داخله عليكي. فهي المشكله مش فيكم، المشكله في الحاجه اللي انتوا فعلا بتخططوا فيها. فعشان كده انتوا لازم تختاروا باتقان شديد جدا جدا جدا، ويبقى عندكم تركيز 100% وانتوا بتختاروا الاجنده بتاعتكم. مثلا في ناس تبقى عايزة تاخد السنة الجاية كتحدي ليها في حاجات كتير وكذا مجال مع كذا هدف جوه المجال. طبعا دي انتي مختارة اجندة تكون فيها حاجة تتكلم، الرسمة او الديكوريشن بتاعها او تصميمها من جوه فعلا بيكون هيخدمك، مش انت هتخدميه. يعني مثلا مش هتروحي تشتري اجندة مليانة. هوريكم دلوقتي نموذج مثلا. هي الاجنده دي بالنسبه لي ممتازه جدا جدا، اتش تو دو لاي تحدي انت هتقومي بيه، لانها فعلا هي مجهزه ان انت تعملي فيها تحديات زي كده مثلا. تمام. طيب، في اجنده تانية بتبقى مليانه حاجات، او ليه بقى اللي هو في افلام مفضله وحاجات بتعمليها بتبقى مبسوطه، وحاجات مش عارف ايه، والهابت تراكر، والمود بتاعك خلال الشهر والمود بتاعك خلال السنه، وكذا وكذا. كل الحاجات دي جميله جدا وممتازه، بس في ناس مش محتاجه ده كله، في ناس محتاجه حاجات معينه. حاجه ان انت مثلا انا داخله السنه الجديده علشان عايزه اعمل بلان للجانب الصحي، فانا عايزه اعمل واحد اتنين تلاته، فانتي محتاجه حاجه تكون فعلا متسطره، وحاجه تكون فعلا زي كده زي ما انا بقول لكم. الموضوع بس اللي هو انت تحطي المهام بتاعتك، تحطي حاجتك وخلاص، عشان ده هيساعدك اكتر. ما تجيبيش مثلا اجنده تكون فاضيه خالص زي كده، وانت طبعا في الوقت اللي انت مش محتاجه كده، ان انت هتحتاجي تسطري كتير قوي، وهتحتاجي تعملي تسطير بقى وتعملي رسومات وحاجات جوه الاجنده، فهياخد منك وقت كبير جدا في التزيين وكذا وكذا. الناس اللي هتستخدم كمان الجورنال او البوليت جورنال، برضو الناس دي ممكن يبقى عندها فائض من الوقت في يومها او في حياتها، فهتبدا ان هي تجيب البوليت جورنال علشان تبدا تحط فيه ستيكرز، وتحط فيه ورق عشوائي، وتحط فيه وتعمل فيه ملصقات، وتعمل فيه كذا وكذا وكذا. كل واحد على حسب احتياجه. اول حاجه لما تيجي تبصي في الاعلانات اللي بتبقى موجوده على الفيسبوك او الانستجرام، لما بتظهر لك عشان اجنده من الاجندات الجديده اللي هي شكلها تحفه جدا وواو، المفروض ان انت تبصي على المحتويات بتاعتها. شوفي المحتويات بتاعتها ايه، بعد ما تبصي على البوست بتاع المحتويات تفتحي الصور وتشوفي الصور، هل فعلا المساحه دي انت محتاجاها، ولا انت محتاجه مساحه اكبر، ولا انت مش محتاجه كل اللي موجود في الاجنده في بدايه الاجنده. او لازم تبقي انت عارفه انت عاوزه ايه، لان ده جزء لا يتجزأ من فشلك او نجاحك في الخطه بتاعت السنه الجديده. فانا ما شفتش حد اتكلم عن الموضوع ده، كل الناس داخله على طول كده ستريت، يا جماعه هتخططوا ازاي وهتكتبوا ازاي وهتعملوا ازاي. بس انا من وجهه نظري المتواضعه جدا، انا شايفه ان البلانر او الاجنده اللي انت هتخططي فيها، تحطي فيها خطه حياتك الجايه، خطه سنه جديده من عمرك بامر الله، هي مهمه جدا جدا جدا، لان هي هتساعدك يا اما هتنجحي يا اما هتفشلي. لان في ناس بتبدا بشغف كبير جدا وتشتري كذا اجنده بمبالغ، لان المبالغ دلوقتي بتاعت الاجندات بقت عاليه قوي كمان، تكلفتها بقت عالية جدا. فممكن تشتري كذا واحدة وتعدي شهر اتنين تلاقي نفسها سابتهم شهرين تلاتة اربعة، ترجع تاني بعد كده وتلاقي نفسك خسرتي وهدرتي كتير من ورق الاجندة. فانا مش عايزة ده يحصل معاكم، ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. فاختاري حاجة مناسبة ليكي، ما تختاريش الوان واشكال ورسومات وبس، ما تختاريش اسم ماركة هتشتريها ويبقى انت ماشية في الجامعة معاكي
الماركه دي والناس كلها شايفاكي انك شاريه الماركه دي. لا انا مش عايزاكي تعملي كده، انا عايزاكي تاخدي بالك كويس قوي من الحاجه اللي هتشتريها علشان دي اللي هتفيدك. طيب الخطوه اللي بعد كده الادوات اللي انت هتحتاجيها في البلاننج. احنا بنحتاج، لا سيبكم من البيوتي بلندر اللي دي مش معانا. احنا بنحتاج حاجات معينة زي قلمة ملونة وقلمة جاف ورصاص ومساطر، وزي ستيك نوتس. انا مش بجيبها رفاهية، انا بجيبها لتزويد، تزويد مكان. يعني انا بزود بيها صفحة البلاننج بتاعتي او صفحة البلانرز بتاعتي، انا بزود بيها. فانا مش جايباها كشكلا. كمان الفواصل والحاجات دي بتبقى مهمة جدا ان انت بتعملي فواصل في البلانر بتاعتك. انت ده الفاصل للجانب الروحاني، الجانب الصحي، الجانب الاجتماعي، وهكذا. فدي بالنسبه لي حاجات مهمه جدا. الستيكرز والحاجات دي ممكن تشجعك طبعا بلا شك. فلازم كمان تبقى انت عارفه الحاجه اللي انت محتاجاها من الادوات علشان برضو ما تبقيش محبطه. طيب في ناس كتيرة زي هتكلم عنهم دلوقتي، وهم اللي اوريدي عندهم بلانرز وعندهم اجندات من سنين فاتت، وده اللي معايا وحاليا حاصل. ومن ضمنهم خطة ال100 يوم بتاعة البلانر بتاعة اتش تو دو. ودي يا جماعة اعتقد انها 70% هبتدي بيها السنة الجديدة، وهكلمكم عنها في فيديو منفصل، وهقول لكم ازاي هبدأ 100 يوم من التغيير و100 يوم من الحياة الجديدة والأهداف الجديدة، واللي إن شاء الله أنا حاليا ببدأ فيها. يعني أنا عايزة أقول لكم على حاجة، وعايزة أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. أنا بالنسبة لي السنة الجديدة مش معناها خطة جديدة وتخطيط جديد وكذا وكذا. لا، هي طبعا فرصة عظيمة ربنا بيديها لمن يشاء إن هو بيدخل عليكي سنة جديدة. طبعا دي فرصة عظيمة جدا لازم نكتسبها كلنا. ولكن انا بالنسبه لي كل يوم بيعدي عليا وانا صحتي كويسه، وانا صاحيه بدري، وانا مصليه صلواتي، وانا بشتغل على اهدافي، فدي بالنسبه لي بدايه جديده. فانت اشتغلي على كده، اعملي من دلوقتي. يعني مثلا انت عايزه تصلي الفجر، حاضر، اشتغلي على كده من دلوقتي، وابداي صلي، ابداي اظبطي منبه، ابداي اعملي كذا، ابداي نامي بدري. حاولي تهيئي الجو للهدف بتاعك. مثلا ما تحطيش مثلا هدف ان انت عايزه تصحي من 5 الفجر وانت مامي جديده معاكي بيبي ما يتعداش السنه، وبيسهرك طول الليل وبينامك طول النهار، او العكس، وبتحسي دايما بوخم وتعب شديد جسماني. فما تشديش على نفسك قوي بالنسبه للمامي وبالنسبه للتخطيط بتاع المامي الجداد، لاني نفسي جدا اعمل فيديو عن الموضوع ده. فهلم لكم افكار كتير جدا وردت عليا وانا في الوقت ده من الامومه، الوقت ده من التوهان، بعد ما قمت من حمل وولاده فجاه لقيت نفسي تايهه، لقيت نفسي مش عارفه انجز، مش عارفه اقوم بمهام بيتي. هقول لكم انا عملت ايه وما زلت لحد دلوقتي بعمله. ونفسي جدا جدا افيد الامهات الجداد، لان مفيش ولا فيديو على اليوتيوب بيتكلم عن تخطيط الامهات الجداد. واي حد بيتكلم عن الموضوع ده بيقولك انت مش مطلوب منك غير انك تنامي كويس وتاكلي كويس وترضعي ابنكم بس. ولكن يا جماعه الوقت ده احنا بنبقى مخنوقين قوي وعندنا اكتئاب وطالعين من حاله صعبه، فمحتاجين حاجات تانية تغير حياتنا. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. اوعوا تنسوا تحطوا لي سبسكرايب تحت القناه، سوري، في القناه تحت الفيديو على طول، واضغطوا على عنوان القناه، عنوان الفيديو، هتلاقوا نازل لكم كل السوشيال ميديا بتاعتي، تابعوني هناك. اشوفكم على خير يا حلوين، ومع السلامه.